فاكر يا صديق الحرب العالمية التانية؟ الدمار والقتل والحرب العملاقة اللي بهدلت شعوب وخربت اقتصاد العالم كله حرفيا. طبعا فاكر الحرب دي. طب تعال كده تخيل معايا ان واحدة من الدول اللي كانت في الحرب دي قررت انها تعمل سلاح بيولوجي عبارة عن زومبي بترموه في أرض المعركة ويروحوا يقتلوا كل الجنود وينشروا بينهم الفيروس ده عشان يفوزوا في الحرب. سيناريو مرعب جدا. ملخص النهاردة ده بيبدأ الفيلم في تايلاند عام 1941، وبنكون حاليا مع مجموعة من الجنود المستجدين في الجيش واللي يكونوا في منطقة حدودية وبيتدربوا دايما، وهكذا يعني استعدادا لأي حرب ممكن تحصل. طب لحظة واحدة، هي حربية أصلا اللي ممكن تحصل في تايلاند عام 1941؟ أعيب أقول لك يا صديقي، لو مش باخد بالك قوي إن دي فترة الحرب العالمية التانية، وفي الواحدة على فكرة كانت اليابان جارت تايلاند بتتوسع في آسيا وبتحتل الدول، فبالتالي كانوا خايفين إنها ممكن تفكر في احتلال تايلاند في المجمل. يعني بنروح حاليا لعريف شاب في الجيش اسمه ميك، وبيكون ميك في الوقت ده على فكرة قاعد مع خطيبته وبيتفق حاليا على موعد الجواز، وده بيفرح ميك جدا جدا. المهم يعني إنه مش بيقعد وقت طويل وبيجي راجل ميك. الراجل ده بقى بيعرف ميك إن السفن ومراكب اليابانيين جاي دلوقتي عليهم وهيبدأوا احتلال اليابان دلوقتي. في اللحظة دي بيتصدر ميك وبيكونش عارف يعمل إيه خالص، ولا حتى عارف يفكر في نفس وحيه. ده بنشوف إن في وفد كده من اليابان قاعد مع قيادات الجيش التايلاندي. الوفد ده بقى يا سيدي بيكون فيه شخص غريب اسمه الدكتور ده بيعرف القيادات التايلاندية أن اليابان معاها سلاح بيولوجي خطير جدا جدا، ولازم بقى يتعاونوا معاهم ويحربوهمش خالص، وكمان يسيبوهم يسيطروا على بعض الأجزاء في تايلاند بالحب كده، لأنهم أصلا هيحتاجوها في الحرب بتاعتهم مع بقى دول آسيا. ويعرف الدكتور الكل إن السلاح البيولوجي ده ممكن يدمرهم تماما ويوريهم على فكرة كمان فيديو للسلاح البيولوجي ده، واللي بيكون صديق عبارة عن زومبي، ويعرفهم الدكتور إن الزومبي دول لو عاد حد منهم هيقتله أو هيحاولوا الزومبي زيه، وبالتالي لازم ما تحصلش حرب، وإلا هتدمر البلد كلها بالزومبي، وممكن الموضوع يوسع والعالم كله يتدمر. في رؤية ده القيادات التيراندية بيخافوا جدا وبيخضعوا دلوقتي للكلام بتاع الدكتور، وبيعرفوا إنهم بس هيعملوا يعني إنهم بيقوموا أول ما اليابانيين يوصلوا، بحيث الشعب يعني ما يقولش إن جيشه استسلم. بعد كده بقى عادي جدا هيتعاونوا معاهم وهيبقوا حلفاء وكل حاجة هتبقى تمام. بيوافق وتعت الدكتور على الخطة دي وبيتفقوا على كده. في الأثناء دي بقى يا صديقي بنشوف إن ميك خلاص بلغ يعني بوصول الجيش الياباني للسواحل التايلاندية، وبيروح ميك حاليا بيته عشان يودع أمه قبل ما يروح الحرب. بس الفكرة إن أثناء ما كان ميك في البيت بيتفاجأ بخصه آير موك في البيت برضه، وبيعرف ميك ده إن أخوه قرر يهرب من الحرب لأنه جندي في الجيش التايلاندي بالمناسبة. فبتكلم ميك مع موك بيبدأ يحاول يقنعه ويرجع يحاربه كده يعني. وبيعرف ميك إنه عامة يعني في كل أحوال هو هيروح يحارب وبيسيبه وبيمشي وكلام. ماك على فكرة صديقي بيأثر شوية في أخومك، فبيقرر يرجع الحرب فعلا. وبس عسكر الحرب بقى بعد شوية من كل ده بنشوف إن الأصول الياباني بيوصل فعلا للسواحل التايلاندية عشان يهاجموا التايلانديين، وطبعا بيكون معاهم صندوق كده في سلاحهم البيولوجي الرادع ألا وهو زي ما قلنا الزومبي. ومن هنا يكون الجنود اللي بيحاربوا اليابانيين هم كتيبة موك، واللي هم على فكرة كلهم مستجدين. زي ما قلنا قبل كده طبعا الحرب بتكون صعبة عليهم وبيموت منهم كتير، والمصيبة صديقة إن الزومبي اللي كانوا في الصندوق بسبب كل اللي حصل ده بيخرجوا منه وبيبدأ دلوقتي يهاجموا الجنود. وبيحاول على فكرة موك يهرب منهم، بس الزومبي بيوصلوا له وبيحاولوا زيهم نفس الوحدة. على فكرة بيكونوا القيادات التايلاندية ما يعرفوش أي حاجة عن بداية انتشار الزومبي، فبران عليا بيطلعوا دلوقتي بقرار كده إنهم حلفاء مع اليابانيين ومش هيحاربوهم، وهم ما يعرفوش أصلا إنهم سلموا البلد لليابانيين وبدأت تتدمر فعلا بسبب الزومبي. بعد كده بقى يا صديقي بنشوف إن في مجموعة من الجنود اليابانيين بيوصلوا للمكان اللي كانت فيه المعركة، فبيتفاجئوا بالزومبي قدامهم واللي منهم موك. فبيقول العيد للكل إنهم لازم يصطادوا الزومبي دول عشان هينفعوهم في الحرب قدام. في نفس الوقت على فكرة بيوصل ميكا خوموك للكتيبة بتاعت موك، فبيتفاجئ إن الكتيبة كلها فاضية، لأن طبعا الكل ياما ماتوا ياما اتحولوا لزومبي. لكن ميك يا صديقي بيشوف خندق كده وبيلاقي في الخندق ده جندي تايلاندي من المستجدين، فبينزل ميك عشان ينقذوه، لكنه بيتفاجئ إن الجندي ده اتحول لزومبي وبيحاول دلوقتي يهاجم ميك، اللي بيكون طبعا مرعوب جدا ومش فاهم أي حاجة من اللي بتحصل قدامه. لكن ميك بيجيب دلوقتي خشبة كده فيها نار وبيخلط بها الزومبي وبيهرب من المكان بسرعة قبل ما يتأذي بعدها.
بقى بيروح ميك للقائد بتاعه في الجيش وبيعرفوا بموضوع الزومبي اللي شوفهم بعينيه، فبيطرح بالقايد وبيقرر إن هو ياخد ميك ويروح دلوقتي للدكتور الياباني عشان يشوفوا حل ويفهموا إيه اللي بيحصل. بس الأول بيروح دلوقتي ميك للعيادة وبيقابل النكخ، فبترعب ميك وهو ما يعرفش نهائيا إيه اللي حصل لأخه. المهم في كل الأحوال يعني بيروح ميك بعد كده مع القائد بتاعه، ومساعد القائد يقابله الدكتور الياباني ولا بيعرفهم. الدكتور ده إن في قائد من الجيش الياباني اسمه ناكامورا هيخرج مع ميك والقائد ومساعد القائد عشان يجمعوا كل الزومبي الأحيان، وبيجي دلوقتي فعلا ناكامورا عشان يتحركوا، ورجالته مع ميك وكو القايد ومساعد القايد، وبيعرف الدكتور الكل دلوقتي إن الزومبي بيكونوا على فكرة ضعاف جدا بالنهار، إنهم بيتعرضوا لحاجة كده اسمها الاشتعال الذاتي لو اتعرضوا للشمس، والتالي هيدوروا وقتها في الصبح كده يعني يقبضوا عليهم بكل سهولة. وتعرف صديقي كلام الدكتور صح، لأنا بنشوف إن موك بيكون زومبي حاليا زي ما هنا، وفجأة بيبدأ يتعرض لعملية الاشتعال الذاتي وبيبدأ جسمه يتحرق من جوه. لكن واحد من الزومبي بيكون عنده عقل شوية وبيقدر يفكر، فبياخد موك وبيرميه في المية، فكل اللي هو فيه ده بينتهي بعدها بقى الزومبي اللي بيفهم ده. وخيانة سميها عني كده، القائد بياخد الكل الكافي كده يتداروا فيه عشان ما يتأدوش. وهنا بقى يا صديقي بنشوف إن الزومبي دول مختلفين عن أي زومبي ممكن تكون شفتهم قبل كده، إنهم عندهم عقل وبيفكرهم. وأوعى تنسى صديقي إن دي ناس تعمل عليها التجارب عشان تبقى زومبي. فمثلا يعني ممكن قاعد دلوقتي ماسك صورة ليه ولعيلته وبيفضل يفتكر أمه وأخوه وهكذا. أما قائد الزومبي فبيكون عمال يفتكر ستة كده، بيكون واضح جدا إنه بيحبها مراته أو حاجة زي كده، مش عارفين. مهم إنه بيفضل يعايا كتير جدا إنه افتكرها ده بخيانة. يعني نعرف كده إن الزومبي دول مختلفين تماما وبيفكروا كمان. المهم بعد شوية بقى بنشوف ناكامورا ومعاه ميك وقائد ميك ومساعده كمان بيروحوا سوا المكان كده في الغابة، وبيبدأ بقى ناكامورا يعون نفسه عشان يستدرج الزومبي لحد هنا. وفعلا ناكامورا يستدج واحد من الزومبي ويضربه بشيء يشبه الرمح ويستدوه، وياخد ناكامورا وكل الزومبي ويرحلوه لدى الدكتور ويحبسوه هناك في قفص حديدي. وهنا يبدأ الجنان اليابانيين لأنهم يبدأوا يعملوا تجارب على الزومبي ويعذبوه. وده البداية أمك شوية وبيعترض على اللي بيحصل ده، لكن القائد بتاع ميك بيسكتوا غصب عنه. بعد كده بقى الدكتور وناكامورا مش بيوقفوا عنده كده، لا دول بيجيبوا دلوقتي أبو الجندي الزومبي ده وبيقتلوه قدام ابنه الزومبي عشان يشوفوا رد فعله هيبقى عامل ازاي. وده برضه بيجنن ميك، فبيضرب ناكامورا وساعد ناكامورا ورجالته بيكونوا هيقتلوا ميك، لكن قائد ميك بيدخل وبينهي الموقف ده. وبنشوف موكا صديقي مع باقي الزومبي اللي زيه، وحاليا بيكونوا الكل بيتكلموا سوا. ومن هنا بنعرف إن الزومبي دول مختلفين تماماً، إنهم برضو بيقدروا يتكلموا ويعيين بشكل كبير جداً لكل اللي حصل فيهم. وبنشوف إن الزومبي كلهم على فكرة بما فيهم موك بيروحوا يهجموا على أهل القرية بتاعتهم ويتلوا فيهم وياكلوا فيهم كمان. وفي واحد من الزومبي دول بيشوف بنته فمش بيقتلها وبيروح لها عشان يحضنها، لكن بتيجي أمها واللي هي يعني مرات الزومبي ده وبتاخده البنت عشان ما يزيهاش. ولحد هنا مفيش مشكلة قوي. يعني المشاكل بها بتبدأ لما واحد من الجنود اليابانيين بيحاول يصطاد الزومبي ده لكنه بالغلط، وده اللي بيجان الجنود التايلانديين بما فيهم مايك وقائده والمساعد والقائده والمساعد والجنود اللي معاهم دلوقتي بيشتبكوا مع اليابانيين والزومبي وبيفضلوا كله يقتلوا في بعض. وسط كل ده بيشوف ميك واحد من الزومبي وبيكون أخوه موك، ولكن انت تخيل مدى الصدمة اللي بيكون فيها ميك. لكن على الرغم من كده بيضرب موك طلقتين عشان يقتله ويخلصوا من العذاب اللي هو فيه. لكن المفاجأة هنا إن موك مش بيموت بل بيهجم على ميك وبيحول الزومبي. هو كمان تاني يوم بقى يا صديقي بنشوف ناكامورا بيجمع كل أهالي القرية وبيفهمهم حاليا إنه هيسلمهم ويسيس عيالهم اللي اتحولوا لزومبي وقتلوهم. لكن يا صديقي الحقيقة هنا غير كده، لأن الأخ ناكامورا بيقعد دلوقتي مع واحد من الضباط بتوع الجيش التايلاندي وبيعرفوا إن حكومة اليابان وتايلاند اتفقوا مع بعض إنهم هيتلوا كل أهل القرية اللي شافوا الزومبي دول عشان محدش يتكلم هنا وهناك ويفضح استلاحة البيولوجي بتاع اليابان واللي هو الزومبي. يعني المعنى صح عيا. طبعا الضابط التايلاندي بيتصدم جدا لما بيعرف المعلومة دي، لكنه بيضطر يسمع كلام الناكامور عشان ما عندوش أي حل تاني. وفعلا بياخد دلوقتي كل أهل القرية بما فيهم خطيبة ميك وأم ميك وموك عشان يقتلوهم في نفس الوقت. ده بقى يا صديقي كان ميك مع موك وكل الزومبي في الكافي اللي بيحتموا في ده، وبيتكلم ميك دلوقتي مع الكل ويعرفهم إنهم لازم يقتلوا اليابانيين اللي حولوهم لشكل مخيف ده وغنان عليه.
بياخد دلوقتي ميك الكل عشان يهجموا على ناكامورا وكل اللي معاه. فبتفاجئوا دلوقتي إن ناكامورا واللي معاه بيقتلوا حرفياً في كل أهل القرية اللي هم أصلاً أهلهم. وهنا بقى ميك وموك وكل الزومبي بيتجننوا بمعنى الكلمة، وبيجروا عشان يهجموا على ناكامورا واللي معاه. ووسط كل ده بيروح ميك لخطبته وبيعضها وبيحولها لزومبي زيه، وبيحاول على فكرة ميك يعمل كده مع أمه، لكنه مش بيلحق لأنها بتكون ماتت. وفوق كل ده على فكرة فناكامورا بيوقع ميك وموك وكل الزومبي في فخ كده وبيحبسهم تاني في قفص حديد. لكن على آخر لحظة بيقدر ميك إن هو يعض واحد من جنود اليابانيين ويحاول لزومبي، لأنه ده مش أي جندي، لأ ده يبقى حرفياً ابن ناكامورا. وبيشوفوا ناكامورا وبيكون هيتجنن على ابنه، وبيكونش قدام ناكامورا حل غير إنه دلوقتي بيطلع سيفه وبيقتل ابنه وبيخلصه من العذاب اللي هو فيه. بعد كده بقى بيفضلوا ميك وموكو الكل يحاولوا يكسروا القفص الحديد اللي هم فيه ده، وبيقدروا على فكرة يعملوا كده وبيهربوا. وساعتها بيرمي ناكامورا عليهم قنابل بتاعة الكم واحد فيهم، وبياخد بعدها ناكامورا كل الجنود وبيهربوا من المكان. بعد ذلك يذهب ناكامورا إلى مقره ويجد هناك الدكتور، ويكون ناكامورا متجنن منه ويرى إنه سبب قتل ابنه لما اخترع السلاح البيولوجي واللي هو الزومبي، واللي ابن ناكامورا اتحول لواحد منهم ويضطر بنفسه يقتله. وبالتالي يقرر دلوقتي ناكامورا إن ينتقل من الدكتور وبدون أي مقدمات يقتله. بعدها يرى ناكامورا صديقي ملاحظات الدكتور وأبحاثه، وبيعرف إن أخطر سلاح على الزومبي وأكتر سلاح فعال فقتلهم هو حرقه، إنهم أصلاً بيتحرقوا ذاتين زي ما قلنا قبل كده. فبالتالي بياخد ناكامورا دلوقتي أزف لهب وإكالته، وبيقرر إن هو يهجم على ميك وموك والزومبي في الكهف هناك عشان يخلص عليهم. في نفس الوقت كان ميك وموك في الكهف مع باقي الزومبي، وبفضل دلوقتي إنيك يحفز الكل عشان يعني يروحوا يخلصوا عن كومورا وكل اليابانيين. وساعته بيشوف على فكرة موك إن أخو ميك اتغير تماماً على عكسه، واللي على فكرة رغم إنه بقى زومبي إلا إنه ما بقاش زي أخو ميك. فبيفضل موك دلوقتي يقول لماك إنه حرفياً اتحول لحاجة أقرب لوحش، وكبر دليل على كده إنه ما سابش خطبته بشرية بل حولها زيه. ده بقى يا صديقي بيضاق ماك شوية، بيطلع سيفه وبيقتل خطبته. وده اللي بيجنن موك أكتر مهم، يعني إن بعد كده بيفضل ميك يقول للكل يجهزوا نفسهم للمعركة ومش بيفوتوا أطويل، وبيوصل ناكامورا ورجالته للكاف. ومن هنا بقى عينك ما تشوف إلا نوت، بيبدأ ناكامورا ورجالته يضربوا على ميك وموك والزومبي بالنار، وبيردوا عليهم ميك وموك والزومبي، وبيفضلوا يهجموا عليهم وبيقدروا يقتلوا منهم كتير. ممكن بيقدروا يحولوا جزء من الجنود اليابانيين لزومبي، وحرفيا بيبدأ ميك يكبر جيشه أكتر وأكتر من الزومبي. مهم بقى إنه وسط كل فبيستخبط دلوقتي على أمل إن محدش يشوفه ويقدر يهرب من هنا. لكن اللي حاسبه طالع غلط، لأن ماك دلوقتي واللي معه بيقدر يوصلوا له بمنتهى السهولة، وبيهجموا عليه وبيحاولوا الزومبي. وسط كل اللي بيحصل ده بيلاقي دلوقتي موك قذف اللهب بتاع ناكامورا، فبياخدوه وبيقضيه قدام الكاف. وبعد شوية بيجي ميك وبقى الزومبي اللي معه، سواء يعني من التايلانديين أو اليابانيين، وبيكونوا عاوزين دلوقتي يخرجوا من الكاف. وهنا بقى بيقرر موك يحرق الكل عشان مباقي الزومبي ده ينتهي هنا ومفيش أي حد يتصبي تاني. وبيشوف ميك على فكرة أخوه موك وهو ماسك قاذف اللاب، وبيعرف إنه يناوي يعمله، فما بيكونش من ميك غير إنه بيعمل لموك أخوه حركة بيده كانوا بيعملوها مع بعض زمان وهما بيلعبوا سوا. ودلوقتي موك يفتكر ذكريات الماضي لما كانوا بشر، وبيكون موك حزين جدا ومتأثر. وفي اللحظة الحاسمة بيطلق النار من القذف وبيبدأ يحرق أخوه وكل الزومبي اللي معاه. ولما بيلاقوا موك على فكرة إن النار مسكت في الكل وبدأوا يتحرقوا، خلاص بيجري عليهم عشان يتحرق معاهم هو كمان، بحيث ما يكونش سبب في انتشار الوباء ده نهائيا بعد ما حرفين قضى على كل الزومبي. وبس يا سيدي، بعد سنين كتير من كل هذا وفي إحدى المختبرات نرى إن هناك فار يوصل مصاب بوباء الزومبي اللي صنعه الدكتور الياباني، ومحدش يعرف الفرداء واصل إلى هنا إزاي. لكن ده معناه للأسف إن بعد كل اللي موك عمله ده وباء الزومبي مش هينتهي أبدا وهيرجع ينتشر من جديد، ولكن المرة دي بشكل مختلف. وهذا هو نهاية الفيلم، وأتمنى أن يكون عجبكم